طبعا كلكم شفتوا امبارح فيديو لما جارتي دخلت عليا وشايله اللبن على دماغها وبتقول لي اللبن باظ مني وشارش معايا. طبعا كنت وقتها بعمل الافطار الجميل دهون، ووعدتكم ان انا هنزل لكم طريقه الخبز الجميله السهل البسيط. كل مكونات موجوده في البيت بتاعك، مش هتروحي لا هنا ولا هنا. ما شاء الله ريحه وطعم لا يقاوم. كمان هنعمل جبنه كريمي كده باقل التكاليف. كمان حابه انوه عن حاجه مهمه قوي يا جماعة، اللي حابب يحط الحاجات دي زي اوردر برضو مع الجبنة القريش. انا بكلم اللي هم عملوا المشروع بتاع الجبنة مني، يعني خدوا الوصفة مني، ربنا يبارك لهم، او الطريقة. طبعا الجبنة القريش في ناس كتير قوي بتاخدها للدايت وبتاخدها لأي ظروف ما، يعني ظروف مثلا أعزكم الله وعافاكم، ظروف مرضية أو ظروف رجيم. يعني في ناس كتير بتحبها، بس في ناس كمان بتستتقلها. فاحنا ممكن نطلع بدل الجبنه القريش الجبنه الكريمي ده اهي بنفس الطريقه، وبس بتودي الجبنه القريش بقى ايه في طعم تاني خالص. يعني بجد تحب ان انتي تاكليها. كمان انا بطلع الرقاق ده، بعمل الرقاق برضو بعمله برضو بالطريقه دي وبطريقه صحيه كمان. او خبزه كده تكون حلوه وطريه وفي نفس الوقت ايه، يعني بتشبعك. وللناس اللي بتطلبها ان كانوا اصحاب رجيم او غيره بتبقى حلوه قوي. طبعا فيديو الجبنه محطوط قبل ده، الجبنه القريش تعمليها ازاي في الصيف، فاتفرجوا عليه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى زي ما انتم شايفين هنعمل كده من قطعتين جبنه قريش جبنه كريمي سهله وبسيطه، او تقدري كمان انت تطلعيها اوردرات. هنا كده حطيت 2 قطعه من جبنه القريش اللي انا عاملاها معاكم امبارح. حطيت لهم كوبايه من اللبن، حبه شويه وقعوا مش مشكله، حطينا على الفاضي. حطيت معلقه صغيره خالص قشطه، والله انا ما كنت عايزه احطها، انا حطيتها بس ايه عشان اللي حابب يبقى يعمله كده، بتدي برضو للقشطه قوام وملمس ناعم، او بتديها طعم القشطه. هنا ده ربع كيلو من الجبنه القريش، حطيت له كوبايه من اللبن الحليب، وحطيت بس معلقه القشطه اللي انتوا شفتوها صغيره خالص، وهي اختياري للي عايز الوصفه دي صحيه 100%. حطيت شويه كده لوحدهم ساده كده زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيت شويه زيتون مخلي وضربت تاني بالهاند بلندر. لو ما عندكيش هاند بلندر اكيد الخلاط بيقوم بنفس النتيجه. هنا حطيت اللي هو بالشويه الزيتون المخلي، وحطيت عليه شويه على الوش، ودول شويه الساده اهمن. هحطهم برضو في طبق قدامكم، وممكن تزوقيهم باي حاجه من عندك. انا بالنسبه لي حطيت لهم رشه زيت زيتون صغيره كده، يعني تكون صحيه برضو الى حد ما. وحطيت كمان حبه من الزعتر. زعتر كمان ريحته جميله وبيخلي الجبنه لها طعم حلو قوي. حطيت شويه كده من حبه البركه. تقدري تعملي كذا طعم، تقدري تعملي بالجبنه الرومي وتقدري تعملي بالبسطرمه والحاجات دي، بس احنا ايه ما بنفضلش دايما في كل الاوقات، بنحبها كده اصلا، ويمكن نحبها ساده كمان. جميله قوي طعمها حلو قوي. تقدري تعملي منها مثلا برطمانات كده وتطلعها اوردر، وتحسبي حسابك وتطلعيه مع جبنه قريش مع جبنه قديمه مع اي حاجه. هنا بقى كنت بوريكم كان في عمال جنبنا كده، فحبيت ان انا اعمل لهم ايه 4 طواجن مكرونه نجريسكو كده. يعني ما كانش للبيت، هما كنا ما بين يعني قربنا على الظهر يعني شويه كده، فقلت يلا يبقى لهم ايه منه فطار ومنه ايه غدا زي ما انتم شايفين. يعني عشان بوريكم ان انا لسه عده الشغل موجوده والدنيا زي ما هي. دي بقى الحته القشطه اللي كانت طالعه من وش اللبن امبارح لما جارتي طبت عليا. انا حبيت ان انا اعملها معاكم كده ايه زبده، يا دوبك انا ضربتها ضربتين 3، بس طبعا تكون القشطه ساقعه. انا كنت حطيت القشطه في التلاجة، واللبن اصلا كنت شايله الوش من عليه بتاع الفيديو بتاع امبارح اللي انا بقول لكم عليه، كان اللبن طالع من التلاجة وعملته جبنه على طول. وما شاء الله الجبنه كانت او اللبن الرايب كان مش شارش ولا نقطه شرش. دول بقى ايه طلعت منهم حته الزبده دي، هعمل منها الخبز بتاع النهارده او الرقاق. بسم الله ما شاء الله. حطيت كده كوبايه او مج كبير من اللبن الرايب، اصل الرقاق اصلا هو لبن رايب. وحطيت معلقه سكر، وحطيت نص معلقه من الملح، وبعدين هقلب كده. مش هحط خميره ولا اي حاجه، طبعا بدون خميره وبدون فرن يا جماعه، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. وحطيت شويه لبن كمان، وحطيت نص كوبايه من الزبده، وشلت كده ايه حته كده بايدي كده ايه ما شاء الله كلكوعه كده من السمنه البلدي، كمان من الزبده البلدي حطيتها. وحطيت كده معلقه كبيره قشطه او معلقتين، يعني ايه انا بحطه وخلاص يعني. احط انت معلقتين لكل كيلو دقيق. بسم الله ما شاء الله. احط كده ايه كيلو دقيق. اقول لكم كده دلوقتي هحط ايه كمان على الكيلو دقيق علشان تبقوا عارفين، وده برضو ممكن يبقى اختياري. دول شويه دقيق من الذره، حطيت كده زي كوبايه دقيق ذره، بس الدقيق الذره طبعا لما بيطحن بيبقى فيه كده ايه
اللي هي النخاله دي لازم انخله علشان يبقى دي الذره ما يكونش جريش قوي، لازم النخاله ديت اصلا تتنخل يعني. بدات كده ان انا الف، وبعدين لو احتجت لبن رايب احط، او حابه تحط لبن حليب على رايب مفيش مشكله، بس هو اصل الرقاق اللبن الرايب. بدات ان انا اقلب وصفه النهارده اللي هو الرقاق دهوت يا جماعه ما شاء الله ما بيحتاجش عجن، وما بيتخبزش في فرن، وبدون خميره، وما فيش اي حاجه خالص، اسهل من السهوله يعني، سهل جدا الى درجه ما تتخيلوهاش ما شاء الله. بصوا يا دوبك لفيته كده وبيلزق برضو في ايدي، هغطيه 5 كده وبعدين اغطيه 5 كده. وبعدين ايه هنطلع هنقطعه مع بعض على طول. ريحته شويه كده، بس الجو كان حر قوي، حطيته في التلاجة شويه على بال ما خلصت شغلانه كده في ايدي، وايه قلت بدل ما يفضلوا كتير حطيتهم في التلاجة شويه يجي نص ساعه. بدات ان انا اقطع بقى، ممكن تقطعي بقى بالميزان، بس انا يعني انا دايما الرقاق والقرص والحاجات دي كلها بقطعها يعني تقريبا بالايد كده. لكن الفطير بحب دايما اعمله بالميزان عشان كله يبقى قد بعضه، او ابقى عارفه مقاس الصينيه بياخد ايه. زي ما انتم شايفين قطعت كده اهوت الكميه، والباقي برضو اقطعه في جنب لوحده، وهبدا ان انا ابطط. بصي بتبططي على الرخامه وبتعملي كل حاجه لوحدك، مش محتاج اصلا يعني مش محتاج انفر معاكي، ولا محتاج اشخاص ولا اي حاجه. انا رقيتها كده، وكل ما يبقى رقيق بيبقى حلو. رقيته شويه، وده ينفع برضو سندوتشات حلو قوي للاطفال، الجميل جميل، والله وينفع كمان عيش تورتيه، اللي هو العيش اللي هو ممكن تلفي فيه اي حاجات وتحط في الفرن او على الصاج، جميل جميل جميل، عيش تحفه. كمان اللقمه بتاعته طريه وبيطلع ريحته جميله، وما بياخدش وقت يعني. ياما مثلا بكون مش عندي عيش واخش اجهز فطار، بخلصه قبل ما اجهز الفطار، يعني لو هعمل مثلا بطاطس شيبسي وفول، مش قبل ما بخلصهم بكون انا خلصت الرقاق ده اهو. وبياخدش وقت كمان بالنسبه اللي انت بتخبزيه على نفسك. انا بعمله كده في طاسه او طاستين على نفسي، شايفين برقه كده وحلو. انا بتكلم كتير معلش اعذروني، بس حاسه ان انتم قاعدين كده معايا اهو في يعني كانكم في الانتريه جنبي وبتكلم معاكم، والله بحبكم قوي والله. ما تنسونيش باللايك بقى بالله عليكم. بعد ما عملت شويه كده وكنت بخبز على نفسي وانا ببطط معاكم، نقلت الكاميرا بقى وقلت اوريكم الموضوع سهل قوي. بتسخني الطاسه بتاعتك بدون اي ماده دهنيه، وبتبداي ان انت تحطي الرغيف بتاعك، وبيطلع يا دوبك بقى بياخد وش من تحت، بتقلبي بقلب بايد على طول، ما بعرفش اقلب غير بايدي، فالموضوع سهل يعني، مش محتاج سباتيولا ولا اي حاجه تقلبي بيها. زي ما انتم شايفين طالع ريحته تحفه يعني، هو سخن كده يا جماعه بجد يعني. العيش يعني انا بجد انا ماشيه على العيش ده على طول يعني بصراحه. شايفين حلو قوي، والكاميرا والله ظلمه دلوقتي، ان شاء الله يبان لكم في الصوره اوضح واحسن. نقلت لكم الكاميرا كمان هنا علشان اقول لكم اهو، دي طاسه ودي طاسه وشغاله بيهم الاتنين. ببطط واحط على طول على بال ما هي تاخد اللون، بكون بططت واحده وحطيتها في التانية، وهكذا يعني ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله تحفه. جربوا الوصفه وحطوا لي لايك، يلا حطوا لي لايك دلوقتي. هنا الكاميرا بايظه هتتعدل دلوقتي برضو، بننسى نمسحها بس مش اكتر. ودقيق بقى وبتاع. هنا بقى هنحط بقى ايه الوصفات بتاعتنا دي. الجبنه القريش اللي عاملاها معاكم امبارح، ودي قشطه كانت عندي ما شاء الله، نحط حته قشطه، ودي جبنه قديمه حادقه من اللي عندي برضو، والمش بتاعي عاملاه قبل كده في القناه. ارجعوا للفيديوهات بتاعتي دي، فيديوهات جميله قوي. وكمان حطينا الجبنه اللي احنا عاملينها، وشويه خيار كده وقرن شطه، وبجد بجد اكل ولا اروع، فطار تحفه. دي بقى لما جارتي جات لي عملنا ايه، عملنا الفطار ده، فطرنا الاول، وبعد كده بقى ايه وريتها اللبن شارش منها ليه، وعرفتها العيوب، وقلت لها تعمل ايه وتروب اللبن في الصيف ازاي، ويطلع معاها نتيجة زي الشتاء بالظبط. ان شاء الله الفيديو حلو ويعجبكم. ما تنسونيش بلايك يا جماعة بالله عليكم. طبعا حبيت اوضح لكم تاني، لو انت عايزة تطلعي الرق ده بيطلع بالكيلو. حابة تقللي فيه اي حاجة بتقللي فيه عادي، ما تحطيش سمنة كتير او زبدة كتير، مفيش مشكلة. ممكن تعمليه بطريقه صحيه بقى كمان، وهو كده حلو، بس عايز تعملي اصح من كده ممكن تعمليه. الجبنه اللي انتوا شايفينها دي بتتعبى في برطمانات وبتتباع برضو، بتبقى ما بين القريش وما بين الجبنه الكيري، يعني مزيج كده ما بين الطعمين، طعمها تحفه. ودي الجبنه القريش بسم الله ما شاء الله زي الفل، وانتاجها معايا في الصيف زي الشتاء. طبعا عامله لكم فيديوهات كتيره قوي للجبنه القريش، واللي حابب يعمل مشروع
وان شاء الله الفتره الجايه هبقى انزل لكم برضو لو حابه تعملي ايه تبيعيه كمان جنب الجبنه القريش والمش والجبنه الحادقه والكلام ده كله والمرته. هقول لكم كمان تقدري تعملي ايه اللي انا بطلعه اوردرات ان شاء الله هبقى اعمله لكم، واقول لكم تقدروا تطلعوا ايه في الاوردرات بتاعتكم. الفيديو طبعا حلو وعجبكم يا جماعه، حطوا لي لايك بقى علشان ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد الايام الجايه دي. وانا كمان عملت صفحه على الفيسبوك انا كنت عاملاها، ولكن هنشر فيديوهاتي كلها هناك، وهبقى اسيب لكم صوره الصفحه بتاعتي علشان تتواصلوا معايا وتراسلوني وتبعتوا لي تطبيقاتكم اللي بتفرحني. اشوفكم بخير، مع السلامه.